هاقول لِك بقى السر بتاع سلطة الحاتي، هاقول لِك كمان على التتبيلة المميزة، وكمان هاقول لِك إزاي تعمليها كده وتبقى المَيّة بتاعتها خطيرة، بُصّوا تحفة مركّزة جدًا. يالّا نسمّي بالله ونصلّي على الرسول ونخش نشوف طريقتنا على طول. بس في الأول كده أحب أذكّركم علشان ناخد أجر أنا وأنتم كلنا ما ننساش نصلّي على النبي، ما ننساش بالله عليكم، ويالّا نخش نشوف طريقتنا على طول. في الأول كده هاجيب الطبق بتاعي وهانزل ب3 كوبايات من المَيّة، وطبعًا أنا باحب فيها الصوص يبقى كتير، يعني المَيّة تبقى كتير. بعد كده نزلت بكمون، معلقة من الكمون، معلقة من البابريكا، وكمان هانزل بمعلقة من الكزبرة، ومعلقة من الملح، والملح حسب ما أنتِ عايزة، وكمان شوية من الشطة، بس دي مش الشطة دي البابريكا. أنا غلطت ما بين الشطة والبابريكا، ويعني أنا حطيت شطة وبابريكا وكمون وكزبرة وملح، وحطيت معلقتين كبار من الخل، وحطيت كمان 3، 4 ليمونات، عصرت 3، 4 ليمونات، خدت المَيّة بتاعتهم كده بالشكل ده كده. طبعًا لو ما بتحبيش الكزبرة ما تحطيهاش، بس هي بتدّيها طعم حلو أوي. هنا هنخلّص كل بقى الكمية بتاعتنا، ونبتدي بقى إن إحنا نقلّبها كويس أوي. ما تنسيش بقى تحمّلي التطبيق المجاني اللي باجيب لِك كل الأفكار دي من عليه، هتلاقيه في أول كومنت، هاسيب لِك تطبيق لأكلات وتطبيق للحلويات، هاسيبهم لِك تحت الفيديو. هنا قلّبت كده خلاص، بعد كده بقى هابتدي أنزل بالطماطم، طبعًا حسب الكمية اللي أنتم عايزينها، دول 3 طماطمايات كبار متقطّعين مكعبات صغيّرة، وهنا الخيار كان معايا حوالي حبّايتين برضه. الإضافات اللي أنا هاضيفها دي بقى تقدري تشيلي أو تحطيها براحتك، يعني اللي موجود عندِك استخدميه. أنا كان عندي فلفل ألوان فحطيت، لو ما عندكيش فلفل ألوان خلاص مش مشكلة، تقدري تحطي فلفل أخضر وطماطم وتحطي بصل وتحطي خيار وتحطي خضرة، وخلاص بلاش الفلفل الألوان. هنا نزلت بقرن فلفل رومي أخضر متقطّع، وكمان نزلت ببصلاية مكعبات صغيّرة، ونزلت بنُص حزمة بقدونس، ونُص حزمة كزبرة، وعودين بس شبت، وغسلتهم كويس وقطّعتهم صغيّر جدًا زي ما أنتم شايفين، وهابتدي بقى إن أنا أقلّب كده. هنا بقى هتدوقي، هتلاقي التتبيلة بتاعتِك كويسة بتاعة السلطة، يبقى خلاص تمام. لقيتيها محتاجة حاجة بتزوّدي لها، عايزة تزوّدي كمان شوية من الصوص تزوّدي مَيّة تاني براحتك برضه. اعملوها جنب المشاوي، اعملوها جنب الأكل، اعملوها كده وادّوها لولادكم، مفيدة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا كلّها خضار، والخضار مفيد للولاد، وطبعًا دلوقتي الخضار رخيص جدًا في السوق يا جماعة. شايفين الجمال؟ بجد تحفة، أتمنى إن أنتم تجرّبوها وتخشوا تكتبوا لي في الكومنتات إيه رأيكم فيها، وبس كده.